الفيفا تفاجئ المغرب وباقي المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2026 بقرارات كبيرة قبل قرعة المونديال. الاتحاد الدولي لكرة القدم أصدر اليوم بيان رسمي يوضح من خلاله تفاصيل إجراءات قرعة كأس العالم 2026. المنتخب المغربي كاين في التصنيف الثاني، أي الوعاء الثاني، وهذه بقية تصنيف المنتخبات المشاركة. المفاجأة الأكبر وهي القيود اللي وضعتها الفيفا والخاصة بالمنتخبات الأعلى تصنيفا، حيث يتم سحب المنتخبين الأعلى تصنيفا ضمن مسارين مختلفين لضمان عدم مواجهة هذه المنتخبات بين بعضها البعض قبل الدور نصف النهائي إذا احتلوا المركز الأول في مجموعتهم في دور المجموعات. وكذلك الفيفا باغية تمنع وجود أكثر من منتخب من نفس القارة في مجموعة واحدة، باستثناء الاتحاد الأوروبي لأنه ممثل ب 16 منتخب وما يمكنش أنهم يجوش جوج منتخبات في مجموعة واحدة. ولكن بقية القارات مستحيل مثلا المنتخب المغربي يجي مع المنتخب التونسي في نفس المجموعة، ولكن كحد أقصى ممكن يجيو جوج منتخبات أوروبية في مجموعة واحدة. وللإشارة فالمنتخب المغربي بالإضافة للمنتخب السنغالي هما المنتخبين الإفريقيين الوحيدين اللي كاينين في التصنيف الثاني، وبقية المنتخبات الإفريقية أو حتى العربية كاينة إما في التصنيف الثالث أو في التصنيف الرابع. علما أن المنتخب المغربي لو أننا واجهنا منتخبات يعني عندها تصنيف جيد في هذه المباريات الإعدادية اللي جريناها في هذا 2025 وفزنا عليها، كنا غنكونوا في التصنيف الأول، ولكن مواجهتنا لمنتخبات ضعيفة خلتنا حتى ملي كنربحهم ولو برباعية بسداسية ما كنربحوش نقاط كثيرة، وفي الأخير تواجدنا في الوعاء الثاني في التصنيف الثاني وفي الرتبة 11 عالميا.